أهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الروح. النهاردة هنتكلم عن الطمأنينة في ذكر الله. في زمن بيجري بسرعة والقلوب بتجري وراه وهي مش عارفة رايحة فين. في وسط الزحمة والضوضاء يجي لحظة تسأل فيها نفسك: ليه رغم كل اللي عندي لسه حاسس بنقص؟ ليه رغم الضحك والناس اللي حواليا قلبي مش مرتاح؟ يمكن لأن الطمأنينة مش في اللي بتملكه، طمأنينة في اللي بنذكره. النهاردة خلينا نحكي عن أجمل إحساس ممكن يعيش جوه قلب الإنسان، إحساس الطمأنينة في ذكر الله. الطمأنينة مش مجرد هدوء لحظي أو راحة عابرة، هي سكينة واستقرار ويقين، حالة من السلام الداخلي. مهما كانت الدنيا حواليك عاصفة، هي لما قلبك يطمن، مش لأن كل شيء، لكن لأنك مؤمن إن الله موجود، مؤمن إنك مش لوحدك. ساعات بنفتكر إن الطمأنينة لازم تيجي بعد ما المشاكل تخلص، لكن الحقيقة إن الطمأنينة الحقيقية بتبدأ وسط المشاكل، لما ترفع عينك للسماء وتقول: اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلمة ألا دي نداء تنبيه، يعني ربنا بيقول لنا انتبهوا، خليكوا عارفين مفيش حاجة تقدر تهدي القلب غير ذكري أنا. ذكر الله مش مجرد ترديد كلمات، هو تواصل روح مع خالقها، هو عودة بعد غياب، هو لما قلبك بينطفي فبتشغله بكلمة سبحان الله. جرب كده تقولها وانت لوحدك بصوت هادي: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. حاسس الهوا بيتغير، النفس أهدى، القلب بيرجع ينبض صح. أنواع الذكر: في عندنا ذكر باللسان، في عندنا ذكر بالقلب، في عندنا كمان ذكر بالفعل. ذكر اللسان سهل لكن أثره عميق لما بيخرج من قلب صاحي. أما ذكر القلب هو لما بتفتكر ربنا من غير ما تتكلم، بس كل كيانك حاضر. أما ذكر الفعل فهو لما بتبين حبك لربنا في تصرفاتك، في لطفك، في صدقك، في رحمتك. أجمل الناس مش اللي بيتكلموا عن الإيمان، لكن اللي بيخلوك تحس ربنا موجود من وجودهم هم. الذكر وقت الحزن: كلنا مرينا دايما بوجع وبخسارة وبوقت حسينا فيه إن الدنيا سودة، لكن في اللحظة دي بالذات لما بتقول يا رب بتحس إن أنت اتولدت من جديد، كأن الذكر بينظف جوه القلب كل وجع اتراكم فيه. ربنا بيقول فاذكروني أذكركم. تخيل كل مرة بتفتكر ربنا هو كمان بيفتكر اسمك، اللي خلق السماء والأرض يذكرك أنت. ده مش إحساس سهل، ده إحساس عظيم جدا. إحنا ساعات بنفتكر إن ربنا بس لما الدنيا بتضيق بينا، إحنا ساعات نفتكر ربنا بس لما الدنيا تضيق بينا، لكن السر، الطمأنينة الحقيقي، إنك تفتكره دايما في السراء قبل الضراء. خلي دايما لسانك عامر بذكر الله حتى في اللحظات الحلوة، وقتها تحس إن ربنا مش بس بيشوفك، لكن ده كمان بيسندك. اللي بيذكر ربنا كتير بيتغير من جوه، مش لأن مشاكله اختفت، لا لا، لكن لأن روحه بقت أقوى من أي مشكلة. الطمأنينة مش معناها إنك تبطل تحزن أو تخاف، لكن إنك تعرف إن ربنا أكبر من خوفك. إنك لما تقع وتقول قدر الله وما شاء فعل، وتكمل لما تضيع وتقول اللهم دلني فتلاقي طريقك. ولما بتتعب ترفع ايدك وتقول يا رب فتستريح. مش لازم تستنى وقت معين عشان تذكر ربنا، اذكره وانت ماشي، وانت ساكت، وانت بتضحك، حتى وانت بتبكي. خلي كل لحظة فيها معنى، خلي كل تنفسك يهمس الحمد لله. خلي الذكر أسلوب حياة مش عادة مؤقتة. ابدأ ب5 دقايق بس في اليوم، اقعد في مكان هادي، اقفل عنك الدنيا وردد سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. وبعدها خليك ساكت شوية واسمع قلبك.
السكينة اللي هتحسها دي رزق، رزق اسمه طمأنينة. ومع الوقت هتتعلم إن كل مرة بتذكر فيها ربنا بتزود جواك نور، ومهما الدنيا حاولت تطفيك هتفضل منور. تعالوا نشوف كده ناس كتير حكت عن لحظات ربنا أنقذهم فيها، مش بس بالدعاء طويل لكن بكلمة يا الله. كان في واحدة كانت بتخاف تنام لحد ما بدأت كل يوم قبل ما تنام تقول اللهم بك أحيا وبك أموت. بقت بتنام نوم هادي وعميق من وقتها. زي شاب كمان كان تايه، ولما بدأ يذكر ربنا وهو ساكت رجع يعرف نفسه من جديد وبقى مطمن وماشي طريقه صح. الذكر بيحيي القلوب اللي ماتت من الهموم. يمكن تكون حياتك مش كاملة، يمكن في حاجات موجعاك، لكن طول ما لسانك عامر بذكر الله قلبك هيفضل مكسور. افتكر دايما الطمأنينة مش حلم بعيد، هي بين ايدك في كلمة بسيطة وهي الله. فلما تحس انك مش قادر اذكر، ولما تتوه اذكر، ولما تبكي اذكر. وصدقني في كل مرة هتقول يا رب هتلاقي الرد جوه قلبك أنا معاك. يمكن تكون سمعت عن الطمأنينة، يمكن حتى حسيتها لحظة لحظة وعدت، بس الحقيقة إنها مش لحظة، دي حالة، رحلة بتبدأ لما تقول من قلبك يا الله. بس السؤال الحقيقي بقى، هل احنا فعلا بنذكر ربنا ولا بس بننطق اسمه؟ هل الذكر بقى عادة ولا مازال حياة؟ الحكاية لسه ما خلصتش، لأن اللي بيدوق الطمأنينة عمره ما يكتفي بيها، ده بيبدأ يدور أعمق، يدور على الطريق اللي هياخده مش بس للراحة لكن للنور. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني في الحلقة الجاية، وما تنسوش تشاركوا الحلقة مع كل اللي تعرفوهم، وتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أشوفكم على خير.